تحديث مهم لسياسات الهجرة الأمريكية في النص الثاني من سنة 2026. لو أنت فاكر إن وضعك هنا في أمريكا مستقر لمجرد إن ورقك سليم، خليني أقولك إن كل ده ممكن يتهز مع أي تغيير سياسي إحنا داخلين عليه. الكلام دلوقتي عن خطط وسياسات جديدة في النص الثاني من سنة 2026 ممكن تقلب كل حاجة رأسا على عقب حرفيا، خصوصا مع احتمالية تغيير الإدارة الأمريكية الحالية. في خطط بتترسم في الكواليس حاليا ممكن تعني حظر سفر أوسع بكتير من اللي إحنا شفناه قبل كده، وقواعد لجوء شبه مستحيلة، وتعقيدات ممكن توقف ملفك بالشهور أو بالسنين. فركز معايا في كل كلمة أنا هقولها في الفيديو ده، لأن اللي أنت ممكن تعرفه النهاردة هو بالظبط اللي ممكن يخليك مستعد لأي احتمالية لسيناريو جديد جاي، ويحمي كمان مستقبلك هنا في أمريكا. المحور الأول وهو حظر السفر اللي ممكن يرجع تاني بصورة أشرس. أول مشكلة ممكن تنفجر في وش ناس كتير قوي وهي فكرة حظر السفر الموسع أكتر من اللي احنا فيه، مش زي اللي احنا شفناه قبل كده أو اللي موجود حاليا. الكلام اللي بيتقال في النص التاني من 2026 بيتكلم عن حظر سفر مش بس على أساس جنسيتك، الخطة هتكون أعنف من كده بشوية. والفكرة المطروحة هي إن السلطات هتبدأ تبص بصورة أعمق على ملفك كله، مكان الميلاد بتاعك، جنسياتك التانية اللي انت حاصل عليها لو معاك جنسيات تانية، أماكن إقامتك القديمة، حتى سجل سفرك لبلاد معينة. يعني تخيل ممكن واحد مثلا يكون معاه باسبور دولة أوروبية مثلا، بس لمجرد إن هو اتولد في دولة تانية من الدول المستهدفة، أو حتى زار دولة من الدول المستهدفة دي لمجرد السياحة، ملفه كله ممكن يدخل في دوامة الرفض والتدقيق الأمني المشدد. أنا بقول الكلام ده كله في الفيديوهات دي بتاعتي علشان خاطر الناس تبقى واعية باللي بيحصل، مش علشان خاطر الناس إن هي تخاف وما تقدمش على حاجة. المهم لو الخطط دي اتطبقت هتكون النتيجة إن آلاف الطلبات هتتجمد تحت حجة الاعتماد المحتمل على المساعدات العامة، وده بالفعل اللي حصل مؤخرا، أو أي سبب إداري تاني. حتى الناس اللي مسموح لها إن هي تدخل نظريا هتلاقي نفسها بتواجه تحقيقات وتأخيرات ممكن توصل لشهور. والنصيحة المنطقية هنا لو الخطط دي بدأت تظهر بوادر تطبيقها بالفعل، أي سفر دولي غير ضروري لازم تفكر فيه ألف مرة لو أنت عاوز تيجي أمريكا وتستقر في المستقبل في أمريكا، وتحسب حساب وقت طويل جدا لأي ظرف طارئ ممكن يحصل وأنت راجع. وقبل ما نكمل فيديو النهارده، لو حضرتك شايف إنك حقيقي بتستفيد من المحتوى اللي أنا بقدمه وحابب إنك تظهر تقديرك ودعمك الحقيقي، فحابب أقول لك إن في أكتر من طريقة تقدر تظهر بيها هذا التقدير أو هذا الدعم، وده عشان خاطر أقدر أكمل واستمر في تقديم محتوى مجاني تماما بشكل منتظم وبجودة أعلى إن شاء الله. في طرق مجانية تقدر تظهر بيها تقديرك ودعمك ده من غير ما تدفع ولا حاجة. أول حاجة، لو حضرتك شايف إن الفيديو ده هينفعك بعدين ما تسيبوش يضيع منك في وسط زحمة المحتوى الأيام دي، اعمل سيف للفيديو دلوقتي أو حفظ عشان خاطر المعلومة اللي أنت هتسمعها هنا غالبا هتحتاج ترجع لها بعدين وقت ما تحتاجها. واعمل له شير برضو أو مشاركة لأي حد تعرفه ممكن يستفيد منه، وسيب لي رأيك في التعليقات بكل صراحة. إيه أكتر نقطة عجبتك لحد دلوقتي، أو حتى إيه النقطة اللي أنت مختلف معايا فيها؟ بس المهم إنك تكتب رأيك في التعليقات بكل احترام، لأن طول ما في احترام كلنا بنستفيد من بعض. ولو عندك تجربة شخصية أو موقف حصل معاك تقدر برضو تشاركه في التعليقات تحت الفيديو، عشان كلنا هنا بنتعلم من تجارب بعض. ولو عندك أي سؤال سيبه لي برضو في التعليقات وأنا هحاول أرد عليه في أسرع ما يمكن، سواء بالكتابة أو أعمل لك عليه فيديو مخصوص لو كان هو سؤال متكرر. وتأكد طبعا إن أنت تكون عامل سبسكرايب هنا في القناة لو بتتفرج على اليوتيوب، وتأكد برضو إنك تعمل فولو لو بتتفرج على الفيسبوك أو على التيك توك، لأن إن شاء الله في دايما محتوى جديد بشكل مستمر عن الهجرة والمعيشة في أمريكا خطوة بخطوة. المحور الثاني اللي عايزين نتكلم عليه النهارده وهو خاص باللجوء واللاجئين، خطط لإغلاق الباب ده بشكل شبه كامل. تاني كمين بيتحضر في الكواليس هو موضوع اللجوء في أمريكا. لو أنت فاكر إن الباب لسه مفتوح، الخطط الجديدة دي عايزة إن هي تقفله بمفتاح. الكلام اللي موجود دلوقتي عن تغييرات جذرية ممكن تنهي فكرة اللجوء بالشكل اللي احنا نعرفه. الأفكار المطروحة بتقول إن هم ممكن يوقفوا تقريبا كل طلبات اللجوء اللي جاية من على الحدود، ويرجعوا زي زمان أو زي السياسات بتاعة زمان اللي هي سياسة البقاء في المكسيك، بس ترجع بقى بصورة أجمد من اللي موجودة حاليا. مش بس كده، في كلام كمان عن رفع معايير الخوف الموثوق لمستوى شبه مستحيل، بحيث إن معظم القضايا تترفض من أول مقابلة. والأرقام المقترحة للأسف مرعبة، بيتكلموا عن تخفيض سقف قبول اللاجئين السنوي لأقل رقم في تاريخ أمريكا الحديث، وممكن يوصل ل50,000 طلب فقط أو أقل من كده كمان. الخوف الأكبر اللي بيواجه كل طالب لجوء بيتحول لمشروع حقيقي. هل هيرفضوا معظم القضايا؟ للأسف كل المؤشرات بتقول إن السياسات الجديدة اللي هم بيتكلموا عنها في الكواليس لو اتطبقت الإجابة هتكون للأسف نعم. والأكتر من كده كمان إن ملفات لم الشمل العائلات بتاعة اللاجئين اللي موجودين هنا أصلا ممكن كمان للأسف هي كمان تتجمد، وده طبعا هيعمل على إن في عائلات ممكن تنفصل لأجل غير مسبق.
بس قبل ما ادخل في النقطه اللي جايه، في حاجه مهمه بتحصل مؤخرا في ناس كتير، وان شاء الله حضرتك تكون واحد منهم، بدات ان هي تظهر تقديرها ليا ودعمها ليا بطريقه مدفوعه بشكل رمزي. في طرق كتير الصراحه، وهسيب لك كل روابط الطرق دي في وصف الفيديو ده. لو محتوايا بيساعدك وبيفيدك، تقدر طبعا تعزمني على قهوه من خلال باي مي كوفي. لو انت بتتابعني على اليوتيوب، تقدر تظهر تقديرك ودعمك ليا ده من خلال زرار اسمه ثانكس، بيكون موجود تحت الفيديو، او انت تقدر انك تنضم لعضويه القناه اللي هي الممبرشيب. ولو حضرتك بتتابعني على الفيسبوك، تقدر تظهر تقديرك او دعمك ده من خلال الستارز او الاشتراك الشهري الرمزي اللي هو السبسكريبشن. ولو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي على التيك توك، تقدر برضو تعمل الكلام ده من خلال السبسكريبشن. وكل اشكال الدعم دي بتفرق معايا جدا، لان المحتوى اللي انا بقدمه بياخد وقت كبير قوي في البحث والتجهيز والمراجعه، واحيانا كمان مراجعه مع احد المحامين الهجره اللي انا بشتغل معاه. فتقديرك ودعمك ده بيساعدني ان انا اكمل واقدم محتوى اقوى واوضح واكتر انتظاما. ولو في يوم فيديو من فيديوهاتي فادك او وضح لك نقطه او طمنك او وفر عليك غلطه، فتقديرك ليا ده هيفرق معايا جدا، وهيخليني كمان اعرف ان النوع ده من المحتوى مهم، واقدر ان انا استمر اقدمه بشكل مجاني تماما لاطول فتره ممكنه. وما تنساش كل الروابط في وصف الفيديو. المحور الثالث، ودي ضربه لتصريح العمل والتاشيرات والجرين كارد. الضربه الثالثه دي بقى ممكن تيجي في صميم حياتك اليوميه وقدرتك على الشغل والاستقرار هنا في امريكا، اللي هي الورق بتاعك. في كلام كتير بيتقال عن تصريح العمل اللي هو ال AAD Employment Authorization Document. فبدل ما انت مطمن ان معاك تصريح عمل مدته طويله، للاسف في مقترحات بتقول ان مده الصلاحيه دي ممكن تقل بشكل كبير، وممكن كمان يرجعوا لنظام السنه او ال 18 شهر، وده معناه كارثه اداريه حرفيا. فلو انت بتجدد تصريح العمل ده، الكلام ده معناه ان انت كل شويه هتدخل في دوامه التجديد والرسوم والقلق بتاعه التجديد. ومع كل تجديد جديد في فحص امني جديد وبيانات بيومتريه جديده من اول وجديد برضه. اما بقى بالنسبه للتاشيرات، زي مثلا التاشيره بتاعه ال H1B بتاعه العمل، فالخطط اللي هم بيتكلموا عليها في الكواليس بتتكلم عن زياده التدقيق بشكل رهيب جدا. وفكره التدقيق مش بس في فكره التدقيق على الوسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين وعائلاتهم، ممكن كمان تبقى سياسه رسميه ومعممه، وده ممكن يفتح الباب لقرارات رفض تعسفيه بناء مثلا على بوست او صوره الموظف بتاع القنصليه ممكن ان هو يفسرها على مزاجه. وحتى حلم اللوتري الامريكي او قرعه التنوع العشوائيه مش بعيد الحظر ده يشملها برضه. هي في الوقت الحالي لسه قافله ومحدش خالص يعرف هي هتفتح امتى. في اصوات كتير طبعا بتطالب بالغاء برنامج اللوتري بالكامل واستبداله بنظام هجره قائم على النقاط او على الجداره الشخصيه للشخص ده ان هو يستحق ان هو يجي امريكا، زي اللي بيحصل في كندا واستراليا. لو ده حصل، يبقى باب امل كبير قوي اتقفل لملايين من الناس حول العالم حرفيا. الاجراءات دي كلها لو اتجمعت مع بعض بتخلق جو من القلق وعدم اليقين عند الناس. النصيحه الاهم دلوقتي هي ان انت ما تستناش على التقديم. لو تصريح عملك هينتهي خلال السنتين الجايين، فكر ازاي تبدا الاجراءات بتاعه التجديد بدري. مثلا لو وضعك معلق في شيء ما، لازم تستشير محامي هجره طبعا علشان خاطر يقدر ان هو يقيم الملف بتاعك ويحصنه ضد اي تغييرات شديده جايه. لازم تفهم ان المشهد بيتغير، واللي كان مقبول امبارح ممكن يكون ممنوع بكره. خلاصه الخطط اللي بتترسم في النص التاني من سنه 2026 هي حظر سفر ممكن يكون اوسع واشمل من اللي احنا فيه دلوقتي، نظام لجوء شبه متوقف تماما، وتضييق شديد على كل حاجه ليها علاقه بالشغل والاقامه هنا في امريكا. الوضع ده معقد جدا للاسف، واي غلطه صغيره او معلومات ناقصه في الملفات اللي انت بتقدمها بنفسك ممكن تكلفك حاجه كبيره قوي في المستقبل. وزي ما انا بحب اوضح في كل الفيديوهات بتاعتي، مفيش اي حاجه من اللي انا قلتها او من اللي انت سمعتها في الفيديو ده تعتبر نصيحه قانونيه ليك. انا بحاول انقل الواقع، بحاول انقل الكلام اللي داير بين المحامين الهجره، سواء في الغرف المغلقه او على منصات التواصل الاجتماعي الرسميه بتاعتهم زي مثلا لينكد ان. كل الكلام اللي انا بقوله في الفيديو ده وفي فيديوهاتي هو مجرد قراءتي للمشهد من خلال البحث والمعلومات العامه المتاحه للجميع. والنصيحه الاهم فعلا هنا واللي انت لازم تعملها دلوقتي، ان لو انت عندك وضع معقد لازم تستشير محامي هجره موثوق فيه، يفهم حالتك ويحاول كمان ان هو يشرح لك الامر بتاعك بالتحديد. واخيرا وليس اخيرا، انا عارف ان الكلام ده ممكن يبان كتير او مربك شويه، بس في الاخر الكلام ده كله نظري وليس له اي فايده بدون ما يكون في حد يساعدك تطبقه على وضعك او وضع حد قريب ليك. لو حاسس ان في حاجه ناقصاك، معلومه او خطوه او حد يشرح لك الامر بكل امانه، انا هنا عشان كده بالظبط. عاوز اقول لك ان انا بشتغل مع ناس كتير قوي في نفس ظروفك دي تقريبا، والفرق دايما بيكون في التفاصيل الصغيره اللي محدش بيقول عليها. المشكله ان اللي بتشوفه في الفيديو ده مش كل حاجه للاسف، في تفاصيل كتير جدا ممكن تتحكم في مسار الملف بتاعك كله، في استراتيجيات ورؤى وافكار ممكن تغير النتيجه تماما، ودي الحاجات اللي انا بحاول اوصلها للناس بشكل اوضح واقرب للواقع. فعشان كده لو انت فعلا عاوز تفهم وضعك بشكل اعمق وتاخد خطواتك الجايه وانت مطمن، تابعني دلوقتي واشترك معايا او اعمل لي متابعه على المنصه اللي انت بتشوفني عليها. ولو بتسال على طريقه التواصل معايا، الطريقه الاسهل هي حجز موعد عن طريق الرابط اللي موجود في وصف الفيديو ده. تقدر تحجز مكالمه تعليميه معايا، نتكلم بالراحه، اشرح لك بالتفصيل، واحاول ان انا اساعدك تمشي
تمشي في الاتجاه الصح من اول خطوه. انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب ممكن يكون مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. اسف جدا على الاطاله، وشكرا جدا 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 لمتابعتك، واتمنى لك كل التوفيق.